الله وبركاته أحبابي وأصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا قصة جديدة وحقيقية، يا رب تعجبكم. يلا بينا نبتدي قصتنا وما نطولش عليكم. وقبل ما نبتدي قصتنا حابب أفكركم زي كل مرة، اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا نبتدي وما نطولش عليكم أكتر من كده. قصتنا النهاردة حصلت في مصر، وبالتحديد في منطقة أطفيح جنوب الجيزة. القصة دي انتشرت سنة 2016 وكان فيها شهود عيان، لكن لحد دلوقتي الناس مش لاقية تفسير. المكان قرية الكداية أو الكداية، مركز أطفيح الجيزة. بيت قديم مبني من الطوب اللبن، مكون من دورين، وكان فاضي لفترة طويلة. البداية البيت ده اشترته أسرة بسيطة، راجل اسمه الحاج عبد الحميد ومراته وأولاده. أول أسبوعين كانوا عايشين عادي، لحد ما بدأت حاجات غريبة تحصل كل يوم. الساعة 3:15 الفجر بالظبط، مرة الباب يفتح لوحده، مرة صوت ست بتعيط طالع من الصالة، مرة كلب الجيران يجي قدام الباب ويعيط. أما الليلة اللي اتغير فيها كل حاجة، الحاج عبد الحميد قال إنه صحوا من النوم ولقى مراته قاعدة في الصالة بتبص على الحيطة وبتضحك من غير صوت، ولما ناداها ما ردتش عليه. قرب منها وقال لها مالك؟ ردت بصوت مش صوتها، أنا كنت ساكنة هنا قبلك وراجعة آخد حقي. جابوا شيخ، ولما بدأ يقرأ مراته اتنفخت بشكل غريب وعينيها بقت بيضة، وصوت غريب في الأوضة التانية قال قتلتوني ودفنتوني تحت السلم بس أنا راجعة. الشيخ وقف وقال في روح مظلومة، والبيت ده حصل فيه جريمة قتل، لازم تشوفوا التراب اللي تحت السلم. وبالفعل لما الشرطة جت وبدأوا الحفر، لقوا بقايا عظام وجمجمة لست مدفونة ووشها ملفوف في خيش. الطب الشرعي قال إنها اتقتلت من حوالي 15 سنة. التحقيقات كشفت إن الست كانت خدامة عند راجل غني كان ساكن في البيت ده زمان واختفت فجأة. اتضح إنها اتقتلت واتدفنت سرا عشان كانت شايلة سر خطير، والبيت اتباع بعدها أكتر من مرة، وكل اللي سكن فيه سابوه بسبب حاجات مش مفهومة. البيت ده دلوقتي فاضي، وكل اللي يمر من هناك بيقول إنه شاف ست لابسة جلابية بيضة ماشية على السطح، وشها بيكون مش موجود. قصتنا النهاردة قصة حقيقية اتسجلت في محاضر رسمية، وناس من أهل أطفيح بيحلفوا إن البيت ده لسه فيه لعنة لحد دلوقتي. بينا أحبابي وأصحابي في كل مكان، نكون وصلنا لنهاية قصتنا الصغيرة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. قبل ما أسيبكم أفكركم باللايك والشير والاشتراك في القناة. أشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام.